لا لا محدش انا كده هزعق. انا ناقصني ايه؟ ده انا قايداله دول شمع. كل واحد تجربته مختلفة. بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدنيش بعيد عنك. وده كلام ملوش اي علاقة بموضوع حلقتنا النهاردة من كلام في الحب. معايا ومعاكم النهاردة فاتنة الاعلام الرياضي حسناء الشاشة سهام صالح. ازيك سهام؟ مش قوي كده يعني. عاملة ايه سهام؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ انا كله تمام. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة ومنوراني ومشرفاني. تسلم لي يا رب. هسألك سؤال يعني، بس هسأله لك في قصة كده يعني. اسأله. انا جاية متوترة جدا. ليه متوترة؟ لان الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه ده ادهم عارف ايه ملوش قواعد. ما هو يعني هنشوف مع بعض بس يعني انا عارف ان انتي اعلامية قديرة الله يخليك لما نشوف. طيب دلوقتي تعرفتي على حد راجل لبقة شياكة أناقة وسيم كبارة يعني ناجح في شغله. أيوه. مركز يعني تعرفتي عليه فلقيتي شخصيته حلوة، تشدتيله، حبتيه، القلب دق والدنيا مشيت. وبعد كده ايه الراجل ده يعني قرر ان هو يتجوزك. بس جه قبل الجواز كده قالك بس يا سهام كده في حاجة ايه صغيرة عايز اقولها لك يعني كده ايه لازم تعرفيها. قالك بص يا سهام بصراحة انا متجوز ومخلف بس اوعدك يا حبيبتي ان الموضوع ده يعني مش هحسسك بيه تماما. الموضوع يعني هتبقي حياتك منفصلة تماما ومش هتحسي بأي حاجة. هتعملي ايه ساعتها؟ ده قبل الفرح بقد ايه بس عشان دي مهمة. هو مش يعني هو من بعد ما انتوا خلاص حبيتوا بعض يعني انتوا حبيتوا بعض خلاص وبقى في بقى اعترف لي يعني وانا مش عارفة حاجة عن الموضوع ده. هو جه قال لك يعني معلش اعذريني كان في حاجة نسيت اقولها لك كده يعني. حصل معايا الموضوع ده اصلا. طب حلو احكي لنا بقى. احكي لنا بقى. والله حصلت كده يمكن في فترة كده. يعني بص انت كل فترة في حياتك بيكون عندك كده ايه شوية معتقدات او شوية حاجات بتبقى مؤمن بيها جدا. بعد كده بتتغير شوية بشوية الحاجات دي. انا في الوقت الحالي يعني يمكن القصة اللي انت حكيتها ديت قصة واقعية على فكرة وبتحصل كتير جدا. بس حصلت معايا. كان في فترة من الفترات ممكن كنت أقبل بحاجة زي كده. دلوقتي وانت بتسألني السؤال ده أقول لك لا يمكن أبدا أبدا أبدا. ايوه بس هتقولي لا عشان انت دلوقتي مفيش حد في حياتك فانت مش حاسة بحاجة فبتحسبيها بعقلك 100%. لا أنا بقول لك حصلت وحبيت حد وكان متجوز ومخلف وأنا ما كنتش أعرف. طب ولما عرفتي عملتي ايه؟ لا سبته. وكنتي حبيتيه؟ جدا لا جدا والله. والله. بس سبته علشان حاجة دلوقتي أنا بقيت معتقدة فيها جدا أو مؤمنة بيها جدا جدا. أنا مش هبقى سبب في إن واحدة تتجرح وأنا ست زيها أو أنا بنت زيها. مش هسمح إنها تحس الإحساس ده عن طريقي أنا على الأقل، لأن أنا ما أحبش إن أنا أتحط في الموقف ده. فمش هسمح لنفسي ان انا اجرح اي واحدة ست او بنت، علشان انا دايما مؤمنة بفكرة انه داين تدان، وانا كسهام بقى ما اقدرش استحمل ده خالص. طب وانتي ايش عرفك ان لو الايه اتقلبت انا اقدر يعني اللي اقصده ان لو الايه اتقلبت مش هقدر استحمل انه انا حد يبقى في حياتي يكون في حياتي ويقول ويروح يتجوز عليا. ايوه طب ما هو كنت لسه اسالك انت ايش عرفك يعني بالظروف التانية ايه؟ ما ممكن تكون مثلا مراته التانية وصلوا لدرجة ان هم بقالهم فترة وان هم مستقرين والموضوع يعني مفيهوش يعني ممكن يكون عارفه انت ساعات في ستات بتوصل في حياتها كده اللي هو خلاص بيتي وعيالي وما بقاش فيه فيلينجز قوي والدنيا العلاقة يعني ممكن مش احسن حاجة فما الفتور اللي بيحصل ما ده. يتجوز عادي، ايه المشكلة يعني؟ انت كانت الكيس بتاعتك كده ولا كانت لا كان لا. فيها جراح؟ الكيس بتاعتك كان هيبقى فيها طبعا جراح لانه في الاول في الاخر كدب عليا. فانا لا هنيجي لحته الكذب. انا قصدي يعني طب لو الكيس زي ما بحكيها لك كده
لا الكيس بقى اللي بتحصل بقى اللي هو المتعارف عليه انه احنا مع بعض بشكل مؤقت، بس احنا هننفصل بس عشان الشكل الاجتماعي والواجهة الاجتماعية وكذا ونستحمل شوية مع بعض والفكرة دي. لا برضو ما لا ما لا يعني انت لا فكرة ان انت تبقي زوجة تانية اصلا، لا بغض النظر عن هو علاقته التانية كويسة او مش كويسة؟ لا ممنوع بالنسبة لي منعا باتا. طب ورأيك ايه في اللي بيوافقوا على الموضوع ده؟ والله كل واحد، بص يا ادم، كل واحد حر وكل واحد فعلا ليه الكيس بتاعته زي ما انت قلت. انا بالنسبه لي انا ما اقدرش، يعني انا ما اقدرش اتجرح بالطريقه دي. يعني انا دايما احط مكاني، ابقى مكان الشخص. يعني وانت دلوقتي بتحكي لي الموقف، انا تخيلت نفسي الزوجه الاولى مش التانية، فاهم؟ او اللي هتبقى التانية. اي بس انت دايما انت بتردي بناء على ان هي اللي بتحبه وهتتجرح، بس انا اديتك مثل ان ممكن تكون هي يعني خلاص الموضوع بقى بالنسبه لها اجتماعي اكتر ما هو عاطفي، يعني بتحافظ على خلاص الولاد والبيت والحاجات ومش فارقه. هي ممكن يكون ما عندهاش في ستات لا كده يا على فكره. ادهم، لا ما اقدرش اتخيل فكره ان انت هتسيبني النهارده ورايح بيت تاني، او انت ليك بيت تاني. انا يعني بس اكيد بتشوفي الكيسز دي في حياتي، في ناس متجوزه اتنين على فكره والاتنين والله عارفين هم ودنيتهم قابلينها ماشيه. ومستسهلينها على نفسهم واحاسيسهم جايباهم، مشاعرهم جايباهم، وقلبهم جايبهم. والله انا ما عنديش القلب ده. اه انا عشان حبيبه قوي قوي قوي. انت رومانسيا عارف، يا ولد يا ولد. مش قوي يعني بس قوي. آه. بس لا ما اقدرش اتخيل مكاني كده. لا 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 لا. لا واحد جاي يقول لي انا جاي رايح اتجوز، ولا جاي يقول لي والنبي انت اقبلي تبقي التانية في حياتي وهي ام العيال وانت الحب وانت ايوه بس انت كده يعني مش شايفه انه ده يعني ممكن يبقى، يعني انا مش عارف بيضيع عليا فرص كتير. مش حكايه ده عليكي فرص كتير، لا ممكن ضيع، ممكن ضيع يكون عليا الراجل فرص كتير، وفرص على فكرة حقيقية، وفرص ممكن تكون تعمل لك نقلة في حياتك. بس يا ادهم ده تحول عندي زي المبدأ كده. انا ما اقدرش لا ما اقدرش، وما اقدرش اخلي واحدة، ما اقدرش اكون سبب في ان واحدة تتجرح بسببي. برضه. لا طب ما هي مش هتتجرح. لا لا الله، يمكن برضو برضه يا هي مش عم انا هتتجرح. هغير بقى. لا دي انت قصة هتبقي تانية بقى. انت بقى ده موضوع تاني، وانت اه هتبقي غيرانه اه اصلا يا يعني. لهوي اللي هو طلقها الاول بعدين اتجوزني، طب مثلا ممكن تعملي كده؟ لا مش هتقولي له لا يا كده؟ حبيبي طلقها بعيد عني، انا مالي، انا يعني لو مالي طلقها انا بس يعني اكون برضو اعمل سبب في خراب البيت؟ لا. لا يمكن ابدا. لا 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 يمكن. لا. طيب بس مم. مش هقولك ان ده بيضيع عليكي فرص، طب ما انت كده ممكن تكوني بتظلمي شخص هو حبك فعلا حب حقيقي بجد، وكان عنده استعداد انه يعمل حاجة في يعني بجد والجواز اسمه ونصيب، ما يعيبوش ان هو يعني راجل اتجوز وبقى عنده عيال وحصل فتور في العلاقة مثلا شوية، او الدنيا راحت بيهم في حتة مش لطيفة وهم محافظين بس على الكيان عشان عندهم ولاد وحاجات كده. البيت والأسرة. وبالظبط مم. كده، بس هو حبك حب حقيقي بجد. مم. ف... حلوة، حلوة بجد دي. اه فمش حاسه انت بتظلمي، يعني بتيجي بتجرحي قلبه الراجل يا الجميل عيني. ده ولا ايه؟ لا ما تخافش، مش هجرح قلبه. مش طب هو الجرح اللي انت، هو طب هو الكيس اللي نصيب اللي يعني كانت عندك، في الآخر. طب الحكايه اللي بتقولي حصلت لك دي، هو الجرح ولا ما الجرحش؟ الجرح. مش عارفة، احنا ممكن نسأله. لا انت عارفه والله عارفه. ما طب ما تيجي نسأله. الجرح. طيب مش عارف. عندي سؤال تاني. اتفضل. هل فعلا مم. في راجل مم. بيتخطف من الست لا بتاعته؟ لا ما حدش يقول. اه انا كده هزعق. اه قولي لي. لا ما فيش حد بيتخطف طبعا. يعني ايه مفيش واحدة ليه؟ خطفت نغة رجالة؟ مفيش واحدة بيقولوا عليها خطفت رجالة وانتي خطفتي والله هي بتبقى عامل مساعد، بس هو بيبقى عنده استعداد. يعني انا بشوفها كده. في ايه هخطفه منين؟ انا هخطفه ايه؟ تعالى يا حبيبي جايبه لك حاجه حلوه. لا طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. بيبقى بكامل إرادته. الست اللي هي بتبقى ممكن تكون عامل مساعد، هي بتشجعه بس.
أيوة. طب امال ليه يعني دايما الستات تلاقيها سابت جوزها او سابت حبيبها ومسكت في البنت اللي هو بيخونها معاها وتقول انت خطفت رجاله، انت نادله، انت ما اعرفش، انت تلاقيها مسكت في الست وسابت الراجل اللي هو اصلا هو اللي سابها عشان وعمل كده. عقلها مش عايز يستوعب ان جوزها ممكن يفكر في واحدة تانية. انا ناقصني ايه؟ ده انا قايداله دول شمع. فما فيش ممكن واحده ما تكونش عايشه على ارض الواقع. انا ناقصني ايه؟ طب هو حبها ليه؟ لا، ده اكيد العيب في الحكام، العيب فيها هي. العيب فيها هي مش في جوزي. فاهم؟ لا، ما فيش حد بيتخطف. لا لا مفيش. لا، ما فيش حد بيتخطف. طب مفيش ست بتخطط عشان تاخد حد ما انا من بقول حد؟ لك في طبعا لا في، بس بتبقى عامل مساعد، هو اصلا بيكون عنده طب ايه استعداد. نوع الخطط اللي ممكن واحده تعملها عشان انا ما تاخدها اعرفش يا اخويا، انت جاي تسال لا الشخص الغلط. قولي لي يعني من اللي بتسمعيه حواليكي من والنبي بتسال الشخص الغلط يعني خالص. ما بتسمعيش حكاوي؟ ياما مفيش واحده مثلا لا تقول بص، لك الواحد مثلا ممكن يكون عارف بلاوي طبعا، مم. بس ما يحبش انه ادينا اي نبذه عن اي بلوه كده ما انت يعني. عارف. انت يا ادهم قول لي، اقول لك ايه؟ الراجل بيتخطف؟ الراجل الراجل في واحده تقدر تخطفه ولا لا؟ ماشي معايا ان لا، ممكن هو فعلا يكون عنده استعداد، بس هي ايه، بشويه حاجات صغيره كده بتقدر لا تجيبه طبعا يعني. طبعا بيكون عنده استعداد طبعا. مم. يعني مفيش حاجه اسمها طبعا كل الرجاله اه عندها استعداد يعني. مش، لا مش كل الرجاله والله. لما بيكون في علاقه سليمه بجد وبيحب بجد يعني الواحد لما بيحب بجد بيبقى اللي قدامه مالي عينه ومالي حياته. بتلاقي على فكره الراجل لما بيحب بجد قوي بجد والله بيتجرح بتلاقيه هو قوي. نفسه هو كده صوت كده في مصطفى الاخر شعبان، بيتجرح. ايوه لا ايوه. بجد لما بيحب بجد فعلا والله العظيم بتلاقيه هو من نفسه اه مش محتاج تقولي له كلم ولا ما اتكلمش ولا بصيت ولا ما بصيتش، هتلاقيه هو اوتوماتيك مش شايف غيرك. يعني لما بيبقى بيحب بحس كده، والله بحس لو كده. لقيتي مش صح كده صح يبقى هو ده مش حب صح. حقيقي مم. كامل متكامل يعني. صح. انا موافقه جدا. يعني بتشوف لا يعني في رجاله فعلا بتكون حقيقيه، وبتكون يعني مخلصه فعلا للي قدامها. وانا برضو شفت ده في حياتي. واقل حاجه ممكن تحصل يعني كان ممكن يجي يقولها لي علشان بس ما، يعني علشان بس هو مخلص. بالعكس يعني، لا بالعكس، في رجاله مخلصه، بس الرجاله دي لما بتحب بقى، لما بيحب بقى. فاهم؟ طب بس قولي لي نعم. ايوه. انا يعني قلقانه ما شاء جدا من الله ما الحلقه شاء دي. الله اه يعني حلاوتك يا وشكلك يا ما قلبي، شاء الله الله يعني يخليك. اللي ربنا يعني كرمك بيه. تسلم والله. بيعمل لك مشكلة ان دايما معظم الرجالة بتبقى شايفة سهام بشكلها دايما على طول قبل شخصيتها، او الجزء العامل الاكبر اللي شادد الراجل لسهام هو شكلها شكلها وان هي ست حلوة؟ لا بص، الشكل ده اول حاجه بتلفت نظر البني ادم او الطرف التاني يعني. في بنات حلوة كتير وأكيد ده يعني بيبقى أول حاجة بتلفت نظر الشخص اللي بيبقى قدامك. بس أنا كسهام أنا كتاب مفتوح للي قدامي. بتكلم في شكل العلاقات بشكل عام، يعني واضحة للراجل واضحة للست. أي حد يتعرف عليا هيعرف على طول أنا إيه، شخصيتي عاملة إزاي. ف... فبنقرر بقى احنا الاتنين بقى، يا بنقرب يا بنبعد. طب ولو لقيتي م- الراجل اللي معاكي حتى بعد ما اتكلمتوا مع بعض م- هو انت حسيتي ان كل اهتماماته بيكي عشان انت حلوة بس، او يعني او معظم اهتماماته بيكي، م. معظم اللي شاغل باله ودماغه وفكره هو ان الشكل. بتضايقي ولا دي حاجة عادي بالنسبة لك؟ لا مش بتضايق، لان انت اصلا اوتوماتيكلي انت اول ما بتحس اللي قدامك ما عندوش تفكير غير في الشكل الظاهر يعني. انت اوريدي مش يعني ما بتتعامل مع الموضوع كأنه يعني من جواك كده بتزهق بتقرف يعني فاهم؟ يعني الموضوع ما بيكملش معايا تفكير اصلا. ما بيكملش معايا تفكير اقول طب جايز، طب يمكن، طب لو عملت كذا علشان يعرف يحكم على شخصيتي، طب علشان شخصيتي ما اعرفش، لا ده انا كويسة بقى ولازم ده، لا ما انا بعملش مجهود.
انا مش بعمل مجهود. وانت بتبقى عارف الشخص اللي قدامك ده، يعني اكيد بيبقى باين، اكيد بتحس ان اللي قدامك ده عاجبه شكلك فبيتكلم عشان الشكل، وعشان انت مثلا بتشتغل في حاجة معينة وكده ومبهور بأضواء المدينة، ولا لأ والله الشخصية دي شخصية كذا، سمع عنها كذا، شافك وانت بتقول حاجة فعلقت معاه الحاجة دي فلا اهتم هي مين دي. يعني أنا مثلا أول ما طلعت في الأهلي خالص، فموضوع إن لما طلعت قلت يا رب حابب فينا خلقك واجعل في وشنا القبول، الجملة الشهيرة دي لما طلعت أول يوم. أنا عايزة أقول لك والله العظيم يا أدهم دي معلمة مع شوية أشخاص كده، مع إن مر عليها 5 سنين أهو، بشكل اللي هو ايه حكاية يا رب حبيب، يعني ايه اللي خلاكي تقوليها، ايه إيه الموضوع، ايه الفكرة، فاهم؟ لما تطلع تقول مثلا حد بيحكي حاجة قدامك على الهوا، انا بتكلم على شغلانتنا، ومثلا ويقول لك ايه أو حد بيحكي موضوع غريب جدا، فانت بشكل عفوي جدا بيبقى ردة فعلك هو في كده في الدنيا، هو في حاجة كده. اللي بيلفت نظره الحاجات الصغيرة دي والتفكير ده أو الكلام ده، هو ده اللي ممكن تديله وقتك وتديله فرصة إنه يتعرف عليك، وفاهم قصدي ولا أنا عارفة فاهم أوصل الكلام فاهم ولا؟ فاهم لا فاهم. يعني هو ده إنه في حاجات كده صغيرة أنت بتقرر لا ده هنا في حس يعني في حاجة. في حس غير الشكل لكن يا شكلك يا شعرك يا عينيكي يا فاهم انت الحاجات دي يتمك يا كذا، لا انا مش لا انا من الاول لا ما في ماليش ما. بفهم يعني بفهم ما تخافش. بتفهمي بس مش بيضايقك، لا يعني مش بيضايقك بس يعني يستحسن بالنسبة لك ان يبقى في تفاصيل تانية هي طبعا آه. طبعا. طيب والله يعني انا خلصنا. بالنسبة لي خلصت اسئلتي. وانا كمان. عندك انت لا حاجة انا عايزة اتبسطت. عندك حاجة عايزة تقوليها؟ هل في رسالة معينة من سهام صالح رسالة. للستات او مم. للبنات مم. عايزة تقولها في العلاقات الحب او الجواز او كده؟ كل واحد تجربته مختلفة، وما ينفعش ان انا احكم على اللي قدامي ايا كان ايه الموقف اللي حاصل. بس كده. طب دي كانت رسالة سهام لكل البنات، ان هي ما تحكمش على حياة حد، وكل واحد ظروفه مختلفة، فما نبقاش قاعدين كده ايه بنلت ونعجن ونقعد ندي آرائنا في صح علاقات صح الناس. صح. ووصلت رسالتك صح؟ اه والله انا اتبسطت جدا 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 ربنا جدا يخليك يا جدا، تسلم. وكانت حلقة يعني عارفة الوقت عدى كده بسرعة. والله. كل سنة وانت بس طيب. والله وانتي طيبة. حبيبي تسلم. دي كانت حلقتنا النهاردة من كلام في الحب. استنونا في الحلقة اللي جاية. باي باي.